أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تعلم المونتاج بالموبايل. في هذا المقطع سنتعلم معا طريقة عمل هذا التأثير باستخدام VN، وتستطيع تطبيق نفس الشرح على كاب كات. في البداية سنقوم بتصميم الملحقات التي سنقوم باستخدامها في الشرح. نتوجه لتطبيق بيكسل لاب ونختار أبعاد الصورة، يوتيوب ثامنيل، نختار الخلفية، لون الخلفية أسود مثلا، ونقوم بحفظ هذه الخلفية، ثم نقوم بكتابة النص الذي نريد تطبيق التأثير عليه. ونختار الخط المناسب، ثم نضع النص في المنتصف ونقوم بالضغط على هذا الخيار ونختار شفاف لنحفظ النص بصيغة PNG بدون خلفية. نعيد الخلفية لكي نرى، ونقوم باختيار شكل ونضبط حجم المربع ليتناسب مع النص بهذا الشكل. مثلا نختار اللون الأحمر، نضعه خلف النص لنرى جيدا. هكذا أظن أنه جيد. نقوم بحذف النص، نضع الملحق في المنتصف، نجعله بدون خلفية من خلال شفاف ونحفظه PNG. وهكذا نكون قد قمنا بعمل الملحقات التي سنحتاجها في شرح. نقوم بالدخول ل VN، نضغط على زائد نيو بروجكت، ثم نختار خلفية التي سنصمم عليها هذا التأثير. نيكست. نتوجه لنهاية الفيديو لحذف العلامة المائية الخاصة بالتطبيق. نقوم بإضافة النص من خلال الصور التي قمنا بعملها. نضيف النص، نجعله بحجم الشاشة باستخدام فت. نقوم بإضافة الملحق الذي صممناه مستطيل، ونجعله بحجم الشاشة من خلال فت. نضعه خلف النص ونقوم بوضعه خلف النص بهذا الشكل، ثم نتحكم في الأوباسيتي وشفافية الملحق بالطريقة التي تناسبنا. ثم نتوجه إلى ماسك لينير، نضبطه هكذا ونسحب هذا السهم ليعطينا هذا التأثير. نجعله هكذا بحيث لا يظهر الملحق. نقوم بوضع كي فريم، نتحرك ثانيتين أو المدة التي تريدها، نضع كي فريم آخر ونحرك الماسك بهذا الشكل حتى تصل للنتيجة التي تريدها، وهي النتيجة النهائية. كما ترون نتيجة احترافية جدا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشاهد باقي المقاطع التي نعلمك فيها تريكات مونتاج احترافية بالجوال من خلال قوائم التشغيل.